في تفاصيل خطيرة جدا إخواني وأخواتي ومعطيات صادمة بخصوص القضية اللي كتعلق بالشابة نادية ثم والخروج الإخوان ديال التقرير ديال التشريح الطبي اللي بين معطيات صادمة كتعلق الإخوان بداك الشيء اللي دار بين البنت والشغيل ديالها الخمسيني من وسط الحوالة ديال الأموال، أي من وسط كاش بلوس، واللي في الأصل الإخوان لقاو رجال الأمن بأن هذيك الحوالة المالية في الاسم ديال البنت واللي دارها ليها الشغيل ديالها وتعمد يديرها ليها بسبب معطيات كتعلق بالعلاقه كتربطهم بجوج بيهم. فهذا الشيء هو اللي خلى الام الاخوان تخرج على الصمت ديالها وبينات في الليله اللي قبل ما غادي تمشي فيها البنت ديالها عند الله، اي الليله قبل ما يصبح الصباح، كان التليفون ديالها ما بغاش يسكت من لي زابيل، الشيء اللي كانت يخلي الام بما انها كتنعس حدا البنت ديالها انها تقول لبنتها بنتي الله يرضي عليك لا ما طفي داك التليفون راكي صدعتيني. هو الامر الاخوان اللي خلف للبنت على انها دير التليفون الفيبرول باش ما طفيش وباش ما تبينش للشخص اللي كان تيصون عليها في هذيك الوقت على انها طفات عليه التليفون، واللي كان الاخوان في الاصل الشغيل ديالها. الشيء اللي خلى الاخوان التقرير ديال التشريح الطبي اليوم يصدم لا رجال الامن ولا وكيل العام الملك بما في ذلك التشخيص اللي كانوا كيبحثوا في هذا الملف هذا، واللي بين الاخوان التقرير ديال التشريح الطبي على ان البنت فيها بعض الكدمات في الجسم ديالها. ماشي غير هذا الشيء، البنت الاخوان تعد عليها هاد الشماته هذا من وسط الحواله الماليه اللي كانوا فيها، واللي هي في الاصل الاخوان في الاسم ديالها. الصادم وهو من وسط هاد الحواله الماليه ما كانتش غير البنت اي ناديه، وما كانش الاخوان غير الشغيل ديال الخمسيني، وانما كانت معهم واحد البنيه اللي هي صغيره اللي بينات معطيات صادمه كتعلق بعبد الغفور. شكون هو عبد الغفور هذا؟ واحد الشخص الاخوان اللي تعرفت عليه ناديه واللي كان تيجي عندها كل ساعه وحين لمن هذيك كاش بليس، لكن بلا ما يعرف مول الحواله الماليه الشخص الخمسيني اللي قالوا عليه بزاف ديال الناس بانه مطلق وعنده مشاكل مع واحد خيتي خلفت ليه اعراض نفسيه ثم بعض التشنجات العقليه اللي ولات يطبقها مع الناس اللي هما كليانو، خصوصا فاش كيكون ما واخدش التريتمون ديالو. فهذاك الصباح ناديه كانت عارفه بان الشغيل ديالها هذاك الخمسيني غادي يجي وغادي يحيح عليها من وسط الحواله الماليه. نقاش ما غاديش يبدا حتى الصباح وانما بدا بالليل، وهذا هو الامر اللي خلى ناديه في هذيك الوقيته التليفون ديالها ما يسكتش من لي زابيل، حتى خلى امها تقول لها بنتي الله يرضي عليك لما طفي داك التليفون خلينا النعسو. ناديه في الصباح وكي غادي تفيق عارفه لي الشغيل ديالها غادي يجي وغادي يطبخ عليها ولا ربما غادي يغوت عليها، فقالت اشنو غادي ندير؟ اندي معايا الاخت ديالي. بحيث ناديه كانت عندها فكره مسبقه وقرات الميساجات بمعنى دارو بينها وبين الشغيل ديالها كونفرساسيون، ما كانش كونفرساسيون قصيره، كونفرساسيون اللي هي طويله فيها كاميرا ديال المراقبه، يعني شاف الشخص. وهذا الشيء هو اللي خلف الاخوان البنيه تعترف بهذه المعطيات ديال عبد الغفور والعلاقه ديالو بينه وبين ناديه. بحيث عبد الغفور العشيه كامله ديال البارح كان مع ناديه من وسط الحواله الماليه من بعد ما تاكدت ناديه بان الشغيل ديالها الخمسيني ما غاديش يجي للحواله او للوكاله، وهي كانت عارفه بان الشغيل ديالها ما كانش كيعجبو تتلاقى ناديه بشي حد او لا تهضر مع شي حد ولا تطول مع شي حد في الهضره. اضافه كانت مخبيه عليه لانها مخطوبه لعبد الغفور في الاصل، فقالت بما انه غادي يطبخ عليا ندي معايا اختي تنوسني وتفاجئها عليا بهذا المعنى هذا. ولا ربما يقدر يشوف اختي صغيره ما يغوتش عليا، حتى صغيره نوضتها في الصباح قلت لها يلا معايا تفطرين فطرك بالرايب وهذا ويلا معايا. فعلا غادي تخرج البنت وغادي تشري لها رايب وتشري لها المسائل وغادي تديها معاها لمن هذاك المويحيل وغادي تجلس هي وياه. مع صباح غادي يبعث عليهم الاخوان الخمسيني الشغيل، هذا الشخص هذا اللي هو مفروح في عقله اللي حماق، ولا ربما من بعد ما عرف بان ناديه عندها علاقه مع شخص اخر تعمد ينوض في الصباح ويصبح على ناديه. بطبيعه الحال ما جاش خاوي الوفاض، جاي ومسلح من الفوق ضارب جنوه من تحته وداخل عندها. بدا تيتغاوت هو وياها شويه، غادي يخرج وغادي يرد البيبان ديال هذاك المحل ديال كاش بلوس، ثم غادي يرجع وغادي يتمم ما بدأه من خطاب واللي كان الاخوان تحول للشجار من بعد ما شنق على ناديه. البنيه الصغيره بدات تتبكي وكتحاول انها تغوت وتبين بانها ما عجبهاش هذاك الشيء. فاش غادي تبدا المهمه الاخوان ديال التصفيه من بعد ما ناض هاد الشماته هذا وصفاها لناديه. كي غادي يصفيها لها عاد غادي يدوز العمليه ديال التعدو الجي
نسي يعني تكرفص عليها بهذا المعنى هذا، ما خلاش فيها الاخوان. وهو نفس الامر اللي بيناتو البنت، على انها من بعد ما شافت ديك الحاله دارت في الدور وتخبعات وبقات مأزمه نفسيا. تخيلوا معايا واحد البنت اللي هي صغيره كتشوف هذاك المنظر، الله اللي غادي يعلم بشنو واقع لها من الداخل ديالها مسكينه، وكيفاش غادي تكبر وتبقى لها هذيك الصوره مرسومه في الدين ديالها على من على الاخت ديالها. الامر اللي بينوا ايضا التقرير ديال التشريح الطبي واكدوا على ان ناديه تعرضت للتعدي الاخوان من طرف هاد الشماته هذا. ماشي غير هاد الشيء، وانما التصفيه كانت بطريقه جد بشعه. الامر اللي خلى هاد الشماته هذا يبرد غديدو ديال المره الاولى. وهاد البنت هذه اللي مسكينه في الاصل كانت تقول له بانها فعلا باغا استقرار، باغا تعيش حياه مزيانه من بعد ما عرفها بانها الاخوان على قد الحال واحد الاسره اللي هي متواضعه بزاف، وانها هي اللي كتعاون والديها وكتصرف عليهم. فاعطاها هاد المحيل وداروا ليها في سميتها على اساس انه راه طامع فيها وباغيها ولا ربما، لكن من بعد ما شافها مع علاقه مع شخص اخر كيجي عندها حتى المحال في المحل ديالو وكتعمر هي وياه، واللي ما كانش عارفه وهو ان هذاك الشخص خاطبها من والديها وهي باغيه على سنه الله ورسوله. قوه الخوف منه قالت ندي معايا الاخت ديالي. فهاد الشيء اللي وقع الاخوان، ومن بعد ما دات اختها عوض ما هاد البنيه هذه مسكينه يشوف من جهتها هاد الشماته هاد الخمسيني ويقول الله ينعل الشيطان ويخرج بحاله من المحل ويبدل ساعه بخرى، ولو انه كان بغى غير يغوت عليها او لا باغي غير يوجه لها شي كلام اللي ما هواش ماشي من حقها الاخوان. هذيك حريتها الشخصيه دير اللي بغات. وكي غادي يقرا على انها خانته غدرات به وبغات تديلو غير الرزق ديالو. قال اشنو غادي ندير؟ خصني نحيدها من الدنيا. من بعد الاخوان ما غادي يصفي ليها، غادي ينوض وغادي يجبد جنويه من بعد ما سالا من المهمه ديالو كصفاها وحاول انه يتعا عليها وخدم لنا داك الشيء اللي بغاه، واللي في الاصل الاخوان كان متعمد ياخدو. غادي يشد جنويه وغادي يغرسها فين؟ في صدرو، على اساس انه باغي ينهي الحياه ديالو حتى هو، الا انه الاخوان غادي ينتهي به المطاف في القسم ديال الانعاش وهو مازال على قيد الحياه. الامر اللي خلى الجيران ولا الناس اللي هما متبعين لهذه القضيه بما في ذلك المطالبين بالحق المدني يطالبوا باشد العقوبات لهذا المسخوط الوالدين. يبينوا بزاف ديال الاخوه على انه كيهضر مجندر وما كيحترمش الناس، زائد تيتعامل مع هذه البنت هذه التعامل اللي ماشي حتى ليه، بحيث ولا ربما جا شي نهار ولقى المحل مسدود او لا مشى شي واحد وهضر معاه بطريقه اللي هي زوينه كيدور فيه كيتصرف خايب مع العيالات مع البنات ومع الناس اللي دايرين به في هذيك البلاصه اللي فيها هذاك المحل. شنو بان لكم في هذه المعطيات هذه كامله؟ كالعاده ما تنساوش خليو لنا الاراء ديالكم في خانه التعليق، ما تنساوناش الاخوان من اللايك ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذه الحلقه هذه على اوسع نطاق. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.